العربية التي تبدو في حالة من الإنهاك الشديد بعد سنوات من القمع وسنوات من تحطيم آمالها وأحلامها داخليا، هل تستطيع هذه المجتمعات أن تثور لكرامتها بعد قرار كهذا؟ نعم تستطيع، وقد ثارت من قبل. اسمح لي أن أقول نقاطا سريعة موجزة. أولا، القدس عربية شرقها وغربها. ثانيا، فلسطين عربية كلها، المحتل منها عام 48 والمحتل منها عام 67. ثالثا، أنا كشخص فلسطيني عربي أشعر بالخجل من موقف القيادة الوطنية الفلسطينية، من موقف القيادة الرسمية الفلسطينية. لا رد مجديا على هذا الذي جرى إلا بإلغاء اتفاقيات أوسلو وحل السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء ما يسمى بعملية السلام كلها، وأن تعود منظمة التحرير لتكون كاسمها منظمة لتحرير فلسطين كلها. إن هذه العملية المسمى بعملية السلام مستمرة منذ مفاوضات مدريد عام 91، أي أن عمرها 26 عاما، وكلها كانت قائمة على افتراض أن على الفلسطينيين نبذ الكفاح المسلح وإعادة تعريف فلسطين فتصبح الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتنازل الفلسطينيون عن بقية فلسطين، عن 80% من أرض فلسطين وهي المحتلة عام 48، مقابل وساطة أمريكية، مقابل ضغط أمريكي على إسرائيل تعطينا إسرائيل بمقتضاه شيئا مما احتلته عام 67. أما الآن وقد أعلن الأمريكيون موقفهم، أن موقفهم هو ذات الموقف الإسرائيلي، فعلى ما تراهن القيادة الفلسطينية اليوم؟ على ما يراهن السيد محمود عباس. هو نفسه قال إن المقاومة غير مجدية، إن الكفاح المسلح غير مجد، فكيف له أن يقنعنا الآن أن المفاوضات الجارية منذ 26 عاما هي مجدية إذا كانت كل هذه المفاوضات قائمة على وساطة أمريكية، وكان هذا هو موقف لربما هذه المطالب يجب أن توجه للمجتمع الفلسطيني وليس إلى الرئيس محمود عباس ذاته أو قيادات السلطة الفلسطينية التي لا تعرف سوى هذا المسار أصلا. يعني الرجل منذ عقود وهو لا يقول غير هذا الكلام. هو يقول هذا الكلام ظانا أو يريد أن يقنعنا أن الأمريكيين يمكن أن يعطوه شيئا. الآن الأمريكيون أنفسهم يقولون إنهم لن يعطوه أي شيء، فكيف سيقنعنا بذلك؟ وكيف يقنع الفلسطينيين إن استمر في عملية السلام، إن لم يستقل حماية لنفسه، أو إن لم يحلل السلطة الوطنية الفلسطينية ويعلن إلغاء اتفاقيات أوسلو وكل من بنى عليها، ويعلن العودة إلى ميثاق منظمة التحرير قبل تعديله الذي يعتبر فلسطين كلها فلسطين من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن، سيرة النخب العربية عموما وليس الفلسطينية فقط، وما لم يفعل ذلك. سيرة النخب العربية لا تبشر بمثل هذه الإجراءات الثورية يمكن أن تصدر عن مسؤول عربي يستقيل ويعلن حل السلطة الفلسطينية. يعني إن لم يفعل هل تعتقد إن لم يفعل ذلك فقد باع، يعني هل تعتقد أن الرهان على المسؤولين إن لم يفعل هو ذلك رهان مجد، أم الرهان أصلا على الشعوب وإيقاظ الوعي فيها بجهود تستمر سنوات وسنوات؟ لا رهان على المسؤولين، ولكن لا بد من هذا المنبر ومن كل المنابر أن نحملهم مسؤوليتهم. عليهم أن يعلموا أنهم إن استمروا في هذه العملية المضحكة فقد باعوا فلسطين برواتبهم وألقابهم والبسط الحمر التي يمشون عليها. إنهم إن استمروا في هذه العملية فهم متواطئون ضمنا مع ما قاله الرئيس الأمريكي اليوم. كيف يريدون أن يقنعونا أن الأمريكيين سوف يضغطون على الإسرائيليين ليعطوهم شيئا؟ هم يقولون الأمريكيون لم يعودوا وسطاء، فمن الوسطاء إذن؟ كيف ستحصلون من إسرائيل على أي شيء؟ بوساطة الكنديين أم الأوروبيين؟ لا الكنديون ولا الأوروبيون ولا سكان المريخ قادرون أن يضغطوا على إسرائيل، والأمريكيون أنفسهم قالوا إنهم مع الإسرائيليين. لا خيار لنا إلا العودة إلى المقاومة، إما أن يقبلوا بذلك أو فعلى الشعب الفلسطيني، وهذا رد سؤالك، أن يبحث عن قيادة بديلة عنهم لا تتنازل عن كامل التراب الوطني الفلسطيني، ولا تتنازل عن القدس، ولا تتنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. أما ما يقوله الرئيس الأمريكي فلا يعنيني، هذا رأيه ليقل ما يقول. يستطيع أن يزعم أن قبة الصخرة بناها الإسرائيليون، أن باب العمود وباب خان الزيت وكنيسة القيامة بناها الإسرائيليون، وأن يزعم أن الشمس قرص فلافل إن أراد. لكن هذه بلادنا، والذي يهمني هو الموقف الفلسطيني.
أريد أن أقول جملة أخيرة إن سمحت لي. في عجالة إن دعت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الانتفاض دون أن تلغي هي عملية السلام، فهذه الانتفاضة التي تدعو إليها هي للتغطية على استمرار عملية السلام. إن دعت إلى انتفاضة دون إلغاء عملية السلام، دون إلغاء اتفاقيات أوسلو، فستكون الانتفاضة عليها لا معها. شكرا جزيلا لك تميم البرغوثي الشاعر الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية، كان معنا من بيروت.